هو حسام عبد المجيد هيبقى سبب في خسارة الزمالك الدوري؟ تعال اما اقول لك. بص يا حبيب قلبي، حسام عبد المجيد باخطائه ضيع نقط كتيرة على نادي الزمالك. بدايتها كان في ماتش وادي دجلة، ونتفرج على الجون ونشوف ان حسام عبد المجيد لما الكرة اتنقلت ناحية الشمال وبنتايج معاه لعيب وعبد الله معاه نفس اللعيب، حسام عبد المجيد عمل ايه؟ راح لنفس اللعيب، ساب الحتة بتاعته فاضية، جد للعيب بتاع وادي دجلة راح حطها. حلو الكلام. فحسام عبد المجيد في التمركز في النقطة دي كان سبب ان الزمالك يخسر نقط الماتش ده. حلو. نروح على الجون اللي بعده. الجون اللي بعده كان في ماتش نادي الجونة، واحدة من أقوى الفرق في الدوري المصري، ومحمد عماد واحد من أذكى اللاعبين اللي في الدوري. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن نفس النقطة الكرة اتنقلت ناحية اليمين، فتوح مع الباك واللاعب بتاع نص الملعب قافل. طب حسام عبد المجيد عمل إيه هنا؟ ما هو اصلا انت سبت التمركز بتاعك، راح محمد عماد بذكائه هوب الاسكان راح مفضل نفسه السكه حطها فيرست تاتش على طول بجون. ودي كان ماتش تاني سبب تمركزات حسام عبد المجيد الزمالك يخسر الماتش. ونروح بعد كده لماتش القمه. مش هقول لك على الجون بتاع محمد شريف بتاع الدور الاولاني، لا خلينا في الدور الثاني. الكوره بتطلع عاليه، هوب الونش بيعليها، احمد بيكهام بيجيبها، تتطرف حسام عبد المجيد بتشتيته خطا، طاهر وقفت على رجل طاهر راح معرضها بن شرقي طلع، وهوب حسام عبد المجيد التمركز بتاعه نفس النقطه اختل توازنه، ما عرفش يشتت الكوره، شتتها خطأ وشتتها في المكان اللي فيه الخطورة بتاع طاهر محمد طاهر. بنيجي للجون التاني، حسام عبد المجيد المفروض بيخرج بالكورة، بيعمل تمريرة كسر الخطوط، انت ولا فاهم التمريرة دي لفتوح ولا لشحاتة. فتوح اختل توازنه لانه عارف ان في لعيب جاي من الاهلي من ورا، بن شرقي خدها قطة نطة لحسين هوب لوب. خلاص كده الزمالك طالع خسران الشوط الاولاني 2-0 عشان اخطاء حسام عبد المجيد في التشتيت وفي التمرير. بنيجي لضربتين الجزاء اللي كانوا ممكن يرجعوا الزمالك مرة تاني في الماتشات اللي كان خسرانها واللي كان ممكن يتعادل فيها. ماتش انبي اخر دقيقة حسام عبد المجيد المفروض ان هو افضل مسدد لضربات الجزاء في مصر، دخل شاط الكورة راحت طالعة بره، فالزمالك راح برضو النقط بتاعت الماتش ده راحت منه. ونروح لماتش القمة. ماتش القمة جات لك بيلين، البيلين ده تحطه تبقى 2-1 تبتدي تاخد نفسك، ترجع للماتش 2-2 انت خلاص ركبت الماتش وهتكسب الاهلي. حسام عبد المجيد عمل ايه؟ على عكس ما هو بيشوطها، ولا منها فوق ولا منها في النص، راحت الكوره راحت في ايد شوبير وشوبير صدها والزمالك خسر الماتش. وبنسبه كبيره الزمالك ممكن يخسر الدوري. وانا هنا مش بلوم على حسام عبد المجيد بس شويه تفاصيل صغيره في اخطاء دفاعيه كانت ممكن تخلي الزمالك متقدم عن الاهلي وبيراميدز بفرق 12 نقطه. قول لي في الكومنتات يا حبيب قلبي